دايما بركز ان واجهة مطبخك تبقى دايما بأحلى شكل وبأحلى صورة، وده علشان تبدعي في مطبخك من غير ما تعرفي ليه. وده عشان انا بخاطب حالتك النفسية في تصميم المطبخ نفسه. تعالوا بينا نتفرج على المطبخ ده بعد الانترو، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أعزائنا المتابعين من كل مكان. تعالوا بينا نتفرج على المطبخ الجميل جدا ده. بدأنا هنا أولا بدولاب الفرن والميكروويف في بداية المطبخ. سبت مساحة كافية طبعا جدا للوقوف بحيث ان انا اقدر استخدم الفرن بأريحية تامة. مستوى الفرن مناسب، لازم يكون اقل من مفصل الجسم عشان وانا بوطي ما يبقاش فيه اي ضرر او مش معرض ان انا المس هنا، لان طبعا طرد الحرارة بتاعت الاجهزة البلت ان بيبقى امامي اكتر. بعد كده عندنا هنا جزء هواية زيادة امان بحيث ان يعني ادي تهوية شوية للجزء السفلي بحيث ان هو ما تبقاش الحرارة مكثفة قوي يعني. بعد كده عندنا ادراج تحت، تخزين كويس تحت الفرن. بعد كده عندنا الميكروويف ووحدة تخزين علوية بالشكل الجميل ده، تمام، مساحة كافية جدا للتخزين. بعد كده عندنا مكان البوتاجاز. طبعا بعد الفرن على طول خدنا هنا وحدة ادراج شمال البوتاجاز فيها منظم درج، وبعد كده اضراب اعمق شويه مع مراعاة طبعا الجهاز اللي انا بقف اشتغل عليه يبقى فيه مساحه كافيه على شماله ومساحه طبعا مريحه على يمينه. بعد كده عندنا طبعا تحت البوتاجاز درج فيه منظم للمعالق للشوك، لبهارات سريعه هحتاجها او كده، معالق تقليب. بعد كده الحله اللي هي بتاعه الاستخدام اليومي بتكون في وحده الادراج السفليه. بعد كده عندنا ترولي الزيت،
برضو حاجة مناسبة جدا وحاجة مساعدة جدا وانا واقف على البوتاجاز. كل حاجة بتطلع لبره منظمة جنبي بقى، زي الزيت، معالق تقليب، بهارات، حاجات تخزين مكرونات، رز، وهكذا. كل ده بيبقى مناسب جدا في ترول الزيت. بعد كده الكورنر. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب الكورنر يبقى حرف ال عشان يدي مساحة تخزين كافية جدا، و مفيش فيه نقط عامية، ومساحة دخول واسعة ان انا اقدر اوطي واجيب اللي انا عايزه بسهولة، عكس الكورنرات اللي بتبقى مدخل واحد. طبعا عندنا يمين وشمال البوتاجاز او يمين وشمال الفلتر، حبيت ان يكون فيه تميز شويه، فضفت ضلفه ازاز يمين وضلفه ازاز شمال تدي او تكسر الملل في الجزئيه دي. وبرضو ضفت التجليده الخشابي اللي فيها الاسبوتات، نازله هنا في الجنب الفرن الميكرويف، وبرضو نازله في اخر ضلفه هنا، بحيث ان انا ادي زي فريم للجزئيه دي واديها تميز اكتر. فعندي ضلفه يمين شمال البوتاجاز ضلفه ازاز، وعندي ضلفه يمين البوتاجاز والشفاط برضو ازاز. بعد كده عندنا ضلفة تخزين، وبعد كده عندنا ضلفتين للكورنر برضو بنفس النظام اللي تحت. كورنر حرف ال سهل الوصول لاي جزء فيه، كل حاجة انا شايفها في الكورنر، مفيش نقط عمية. بعد كده عندنا غسالة الاطباق على شمال الحوض، وهشرح لكم ليه دلوقتي. بعد كده عندنا المطبقية بلوم مع مطبقية ثابتة تركي، اكسسوار طبعا سوفت كلوز. زي ما انتم شايفين ورايا شباك، معايا شباك مساحه كبيره جدا، مساحه تهويه حلوه قوي، ومساحه اضاءه حلوه قوي للي واقف على الحوض. طبعا ده كان انسب مكان للحوض، ان انا وانا واقف استخدم الحوض يبقى فيه معايا تهويه كويسه ومعايا اضاءه كويسه. حطينا هنا غسالة الأطباق على شمال الحوض، وفوقها طبعا على طول المطبقية. وبعد كده عندنا مساحة الحوض حطينا تحتها اكسسوار سلة المهملات زي ما احنا متعودين، وبعد كده المكان اللي جنبها مخصص لفلتر مية لتخزين الأدوات المستخدمة تحت الحوض، وهكذا. هيبقى مكان مناسب ومكان واسع برضه في نفس الوقت. بعد كده حطينا غسالة الملابس بقى على اليمين، رغم ان احنا متعودين ان غسالة الاطباق هي اللي بتكون على اليمين، لكن انا هنا عندي جهاز الغسالة الملابس، وعندي الدراير او المجفف اللي هياخد من غسالة الملابس. فطبعا كان لازم احطهم جنب بعض، وكان لازم اخلي الجنب اللي هيكون عمقه كبير ناحية المجفف، لانه عمقه اكبر من الغسالة طبعا. فعندي الغسالة محطوطة برضو بعيدة عن الكورنر، بحيث يبقى عندي مساحة ان انا اقدر اقف فيها واستخدمها باريحية، مش جايبها على الكورنر. وبعد كده خلينا الكورنر حرف ال، وده طبعا عشان يبقى مريح معانا. وفي نفس الوقت برضو الحوض يبقى جاي في سنتر الشباك مظبوط، فكانت الدنيا منظمة ومظبوطة على كده. وبعد كده الجزء المجفف اللي هو طبعا في عمق كبير في الجزئية دي. عندنا بقى جزء الديكور ده خليناه في الجزء ده، لان زي ما قلت ان المكان ده عمقه كبير. فاخلي فيه مستويين ومستوى تخزين تاني، كاننا ضفنا مساحه رخام اصلا تانية في الجزئيه دي. طبعا الاضاءه البروفايل ليد اللي راكب تحت رامي على الجزئين، على الرخام وعلى الجزء الخزين. تمام. فطبعا العمق ده كبير، العمق اللي هو فيه المجفف ده كبير، فمديني مساحه لده، في نفس الوقت اقدر استخدمها للاكسسوارات، اقدر استخدمها للتوابل في المكان اللي انا بجهز فيه. بعد كده بقى عندنا وحدات التخزين العلويه دي، ضلفتين فيهم وحدة تخزين. وبعد كده برضو خدت ضلفتين للكورنر اللي فوق، مربوط بضلفة خشابي وضلفة جراي، بحيث ان الضلفة الخشابي اصلا تبقى ماشية مع الديكور الخشابي اللي فوق اللي راكب فيه الاسبوتات. طبعا عندنا الشباك في سنتر المطبخ، وعندنا اليمين والشمال متناسقين، وانا رابطهم كمان بالجزء الخشابي. لو لاحظتوا تلاقوني عامله في الخشابي على اليمين وعلى الشمال، وعندي على الشمال المطبقيه. فخدنا هنا الجزء ده ضلفه قلاب بمقبض، والتانية تاتش، علشان المطبقيه بتكون ضلفه فيها من غير مقبض، فعشان يبقى الشكل متناسق وفيه سيمتريه يمين وشمال مع بعض. بعد كده طبعا دولاب ادوات النظافه. استفدنا طبعا بالعمق الكبير، هيساعد ست البيت في التخزين، وعندها رفوف تخزين والاكسسوار بتاع تعليق المقشات وهكذا. ومكان طبعا يعني كان جايب مساحة عرض كويسة. بعد كده طبعا مكان التلاجة اللي مراعين فيه العمق بتاع التلاجة بالتهوية بتاعتها، فوقها طبعا وحدة تخزين إضافية. نيجي بقى للبار أو للجزء اللي هو واجهة المطبخ من الريسبشن.
جزء لازم يكون بشكل كويس جدا جدا، لان هو واجهة المطبخ اصلا، وهو اللقطة الاولى للمطبخ لو في ضيف او كده، فلازم تكون حاجة قوية جدا. فدمجت فيها اللون الخشبي مع اللون الجراي مع جزء رفوف، يدينا وظيفة وفي نفس الوقت يدينا حركة بشكل كويس. وبعد كده عندنا مساحة الرخام مريحة، اللي اقدر استخدمها من جوه واقدر استخدمها برضو من بره كقعدة وكده. وعندنا الديكور اللي معمول من تحت من بره اللي فيه الرفوف ده، وده برضو علشان نقلل العمق شوية بتاع الكورنر اللي هيبقى تخزينه من جوه، لان انا عندي العمق ده او العرض كله مش كبير، لان انا عايز اعمل مساحة للرجل من بره. فتعالوا بقى نشوف من جوه الكورنر هيبقى عامل ازاي والعمق بتاعه اصلا عامل ازاي. عندنا بقى هنفتح الضلفتين دلوقتي. العمق زي ما انتم شايفين كده مش كبير، وعندي كورنر لجوه، فانا عشان كده حاطط وحدة الديكور من بره تقلل معايا العمق بس بفكرة شكلها ظريف. وفي نفس الوقت اقدر استخدم الجزء ده بأريحية، وعندي مساحة كورنر تخزين كويسة جدا. بعد كده عندنا بقى وحدة الأدراك الجميلة اللي في بداية المطبخ دايما بحب أحط فيها الخضار. عندنا درج رفايع نقدر نستخدمه برضو لحاجة الشاي وهكذا، ودرجين للخضار بالهوايات بتاعتهم وهكذا، عشان التهوية طبعا لازم تكون معمولة للخضار بشكل مريح. وبعدين قفلنا بقى الرخام للأرض بحيث إن هو يدينا قفلة حلوة للمطبخ أو نهاية حلوة للمطبخ. في النهاية المطبخ ده كنا مستلمينه بالكامل حتى الرخام من خلالنا. وفي اللحظة دي أنا حابب أشكر كل فريق العمل اللي كان معانا. تداخل اللون الخشابي المميز جدا اللي لونه قوي شوية مع اللون الجري الهادي اللي هو بيكون حيادي أصلا بيقبل أي لون معاه، اداله تميز بتحديدة الخشبي بإظهار نقط القوة اللي في المطبخ باللون الخشبي، والنقط اللي هي التكميلية فيه أو العادية اللي فيه باللون السادة، فأدى كفر بشكل كويس جدا للمطبخ. في نفس الوقت الحيطة ما كانش فيها سيراميك، فضفنا جزء تجليدة رخام مع جزء خشابي علشان نخلي الموضوع متناسق ويحافظ برضو على رونقه الفخم. لو اتعمل كله رخام هيبقى شكله ممل قوي، لو اتعمل كله خشب هيبقى اوفر شويه. فكان التداخل ده اداله تميز بشكل حلو قوي. بس ده كان مطبخنا النهارده من اكتوبر. نتمنى ان شاء الله نشوفكم في مطابخ جديده في اماكن جديده. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وكومنتات والكلام ده تحت بقى. عيشوا، يلا مع السلامه.